السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض سمك مقلي. هعرفكم ازاي تنضفوا السمك بطريقة سهلة وبسيطة، ونقلي السمك ونعمل سمك شوربة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة بس طعمه في منتهى الروعة. زي ما انتوا شايفين السمك لونه ممتاز وطعمه كان جميل جدا، وعاملينه بطريقة سهلة وبسيطة ومفيش افتكاسات كتير. بصراحة انا بحب اعمل الحاجة البسيطة والطعم يبقى جميل. هنا انا كنت بوريكم السمكاية لازم تبقى شادة نفسها وعينيها تبقى سودة ما فيهاش اي بياض. كان الكشاف منور فكان ضارب فيها فما كانش باين. طفيته وزي ما انتوا شايفين اهو لون عينيها لونها اسود، يعني السمك طازة. تمام، هنبتدي ان احنا نقص الزعانف بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كل الزعانف هنقصها. وانا بحب بقى اشيل الراس، معرفش ليه انا ما بحبش الراس تفضل موجودة تفضل تبصلي بعينيها كده وانا باكل. فانا بشيل الراس خالص زي ما انتوا شايفين ببطنها كله وبتبقى مفيش حاجة باينة منها. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين طلعت مبطرخة. ما توقعتش بصراحة، طلع السمك مبطرخ وكان جميل لانه طازة. كل ما كان طازة كل ما يديكي احلى. شايفين بقى اللي من القلب ده من جوه سهل جدا ان انت تشيليه، من غير ولا فرشة اسنان ولا اي حاجة. تحت الحنفية بشوية مية هيطلع معاكي. كل ما السمك طازة كل ما هيطلع معاكي بكل سهولة ومش هيكون لازق. طبعا بحاول بايدي كده ان انا هي السلسلة دي يبقى فيها دم او كده بقوم شايلها. تمام، وبقوم بالمقص زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا اشيل اللي هي القشور اللي بتبقى موجودة على السمكة كده. بشيلها كويس قوي وكده السمكة معايا خلاص خلصت. بنضفهم تحت الحنفية كويس قوي وخلاص السمك معايا خلص. بسيبه يتصفى، برش عليه شوية ملح واسيبه يتصفى وخلاص على كده. هنا بقى انا عندي توم حط عليه ملح وكمون بس. حابة تحط كاري براحتك بس انا ما بحبش احط. كمون وملح والثوم بس. وابتدي بقى ان انا اتوم السمك معايا. ابتدي ان انا احط في قلب السمكه كويس قوي. يعني حاولي ان انت ما تمليش بس لازم يبقى قلب السمكه مليان من الثوم ده. تمام، وبعد ما بخلص كل بحشيه توم بقوم عامله ايه بقى. هنا زي ما انتوا شايفين البطاريخ اللي طلعت هتومها برضو مش هينفع ان انا اسيبها. بقيت التوم بقى هبتدي ان انا طبعا السمك لو عندي اكبر من كده ده حجم معقول. لو عندي السمك اكبر من كده لازم تقطعيه كده وتدخلي التوم من جوه اللحم. لكن السمك ده مش مستاهل. فانا جبت بقيه التوم وحطيته كده ايه قلبتهم في بعض. قلبت التوم مع السمك وخلاص كده معايا. انا هسيبه ان هو يتوم شويه ربع ساعه نص ساعه على حسب ما انت فاضيه. حطيه في التلاجة عشان احنا الجو حر. تمام، انا كده زي ما انتوا شايفين خلصته وتومته. هبتدي ان انا اعمل الشوربة بتاعتي. عندي بصلاية مقطعاها وحطيت رشة فلفل ورشة كمون. ما تكتروش في البهارات عشان الشوربة عندنا ما تغمقش. انا ما بحبش الشوربة غامقة. وطبعا معايا الملح وابتدي اقلب دول كلهم مع بعض. واروح بقى للحلة بتاعتي. الحلة بتاعتي هحط يعني معلقة زيت صغنونة مع كام فص حبهان ومستكة. تمام، واقوم حطاهم مع بعض كده اديلهم ايه تقليبه تشويحه بسيطه. واحط البصله اللي انا لسه عاملاها معاهم واقلبها كويس قوي. يعني ايه انا مش عايزاها تاخد لون، انا بس بشوحها مع الحبان والمستكه تاخد الشمخه اللي زي ما بيقول. تمام، تقليبه كده بسيطه اقل من دقيقه. وابتدي ان انا ايه اجيب ميه. اللي انا كنت حاطه فيها البصل دي حطيت فيها الميه عشان انا عايزه البهارات اللي موجوده دي اللي لازقه في الطبق احطها فيه. تمام، بزود بقى ميه لحد ما يناسبك. طبعا انا مش هعمل سمك كتير شوربه فما زودتش الميه. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض لحد ما البصله تستوي. يعني انا عايزه البصله تستوي لانه طبعا احنا عارفين ان السمك معانا ما بياخدش وقت. السمك على طول غلوه والتانيه وتطفي، يعني ما بتاخدش وقت. هنا انا عندي بتغلي بقى لها فتره واستوت البصله. هبتدي ان انا احط السمك. طبعا السمك مغسول ومتصفي كويس. حطيته في الشوربه او الميه اللي كانت بتغلي مع البصل.
وطبعا ما عادش بيغلي، هيبتدي ان هو يغلي غلوتين يا جماعة وخلاص اطفى عليه وهو هيكمل سوا. هو مش بياخد وقت طويل، زي ما انتوا شايفين هو بيغلي معايا لسه الوقت حالا بدأ يغلي. هسيبه كمان غلوتين، تحس كده ان يعني القشرة بدأت تنفصل عنه. اول لما تحسي ان القشرة يعني علت كده وبقبقت يبقى هو استوى وخلاص. ادفع عليه وسيبيه. هنا طبعا انا عندي السمك اللي متوم. طبعا الملح اللي كان في التوم ما حدقوش كفايه. هتقولي لي عرفت منين؟ هقول لك انا متاكده ان هو ما حدقوش كفايه. هبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ هبتدي ان انا ارش رشه ملح كده على السمك، رشه ملح بسيطه. مش حابه ترشي على السمك، ممكن تحطي على الملح، على قصدي الدقيق، وتقلبي السمك فيه. زي ما انتوا شايفين احنا بنحط السمك في الدقيق بتاعنا. انا مش حاطه فيه اي حاجه، دقيق عادي. ببتدي ان انا احط السمك بتاعي وابتدي ان انا اقلبه في الدقيق كده كويس وخلاص على كده، وابتدي ان انا اقليه. هنا انا عندي الزيت طبعا على نار متوسطه، يا دوبك يسخن شويه وابتدي ان انا احط السمك بتاعي. السمك بتاعك كل شويه تقلبيه، كل شويه تقلبيه عشان يطلع معاكي مقرمش. زي ما انتوا شايفين طبعا انا ما كترتش الزيت قوي علشان الزيت بتاع السمك ده طبعا ما بينفعش نعمل بيه اي حاجه تانية. فانا بقلبه كل شويه ومش مكتره الزيت، خليها نار وسط وكل شويه قلبي، هيطلع معاكي مقرمش وممتاز. وانا بصراحه بحب اشيل القشر لان بيبقى حامي، يبقى شديد عليا. في ناس بتحب تاكله بالقشر براحتكم، بس انا ما اقدرش عليه. اتمنى ان الوصفه تعجبكم واتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.